السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مطبخ ام عليا عندي لكم وصفة سهلة مهلة خفيف ظريف كي كنقولوا. عندنا حلوى بكريم شانتي. نبداو على بركة الله. انا الكريم شانتي هنا انا راه طلعتها ديجا طلعتها. عندي هنا الجينواز، انا مصايبه هنا الجينواز وغتلقاوها ان شاء الله على القناة، ولكن غتلقاوها باللون الابيض. انا هنا درتها بالكاكاو. ادي السيرو باش غنسقيو الجينواز. وعندنا الطبقه الاخيره اللي غادي نعملو بحال غنزينو لها الوجه ديالها من الفوق. عندي هنا الفريز، عندي 10 سنتيلتر ديال الفريز. انا هنا كي كتشوفوا طحنتو وصفيتو وعاد عبرت 10 سنتيلتر. عندي هنا واحد الورقه ديال الجيلاتين، ورقه واحده، واحد معلقه ونصف ديال السنيده، معلقه ونصف معلقه كبيره ديال السكر الخشن. بالنسبه للفريز من الاحسن تخليوه في كونجيلاتور وتخرجوه تخرجوه تخليوه يطلق. ديك الماء اللي غادي يطلق هو اللي غادي يطحن لينا الفريز بلا ما نزيدو معاه حتى شي حاجه. الا بغينا نزيدو معاه واحد المعلقه صغيره او كبيره ديال عصير الليمون الحامض، ومن بعد عاد تصفيوه. نبداو على بركه الله. انا هنا غادي ناخذ الجينواز ديالي، من بعد نسقي الجينواز على هذا الشكل. بعد نحط الكريمه ديالي. من بعد مزت الكريم شانتي. دابا غادي نغطي بالطبقه الثالثه ديال الجينواز. من بعد ما نحط الطبقه الثانيه ديال الجينواز نحاول نضغط عليها. من بعد نسقيها. بالنسبه لهاد الحلوى اللي بغى يزيد اي حاجه في الفواكه، منين تعملوا القشطه لوحوا اي فاكهه عندكم، بغيتوا البنان بغيتوا الفريز اللي كان. انا كي كتشوفوا حطيت هنا الفريز باش غادي نعملو، وعاد تفكرت واحد فولادي ما كياكلش الفريز في وسط الحلوى. ما يمكنش لينا احنا ناكلو هو يشوف. ولهذا انا لغيتو. ولكن هذاك اللي غادي نعمل من الفوق هذاك مشات ديال الهضره. هذاك لوجي ديالو اللي غادي نعملو من الفوق هذاك يقدر يحيدو، ماشي مشكل يحيدو وياكل، ولكن هذا الا شافوه في الوسط ما غياكلوش. دابا انا غادي نكمل الجينواز، غادي ندير لها السيرو ونكملو التتمه ان شاء الله. ملي كنزيدو القشده الطريه في الطبقه الاخيره او الطبقه اللي قبل الاخيره، منين كتكون الحلوى في الاطار كيجي ساهل باش نخدموها، كتجي ساهله كي كتشوفوا معايا. دابا انا من بعد ما كملتها وقاديت لها الوجه ديالها غادي ندخلها الكونجيلاتور باش تشد فراسها مزيان وتبرد مزيان. عاد نزيد عليها الفريز. من بعد ما دخلت الحلوى الكونجيلاتور عفوا باش تقبض فراسها. دابا غادي نخوي هاد الجي ديال الفريز باش نصاوب واحد الكولي. باش غنزيد سنيده. هادو غادي نعملهم فوق النار باش يسخنوا شويه باش يمكن الجيلاتين يذوب لينا بديك الحراره. هاد الورقه ديال الجيلاتين غادي نعملها هنا باش ترخى شويه، نحطها هنا باش هذه. والكاسرول غادي نحطها فوق النار غير مجرد ما يسخن لينا. بمجرد ما سخن الكولي ديال الفخاس دابا غادي نحيد هذيك الوريقه ديال الجيلاتين
نعصرها ونحطها مباشرة ونحرك باش كلشي يذوب. انا غادي نخلي هذا على جنب حتى تشد لنا الحلوى في راسها ان شاء الله ونكملوا تتيمه. الكولي ديال الفريز ديالنا ها هو خصو يجي هكا، ما ديروش سخون، خليوه حتى يبرد، ماشي يجمد يبرد. دابا انا غادي نخوي غنجيب واحد السباتيلا غادي نعاون بها هاد الجيلاتين يمشي، عفوا هاد الكولي ديال الفريز. كولي الفريز من بعد ما فرغتوها هو كيجي على هذا الشكل. دابا غادي ندخل الحلوى ديالي للكونجيلاتور حتى تشد في راسها ونخرجها ان شاء الله. الحلوى ديالنا هي من بعد ما قطعتها قطع كي كتشوفوا معنا، قطعتها دي مورسو وزينتها بالتوت البري، وتوت البري فوق منه شويه ديال الناباج. وبالصحه والراحه، واللي عجبو الفيديو يدير جيم ويدير اشتراك، والسلام عليكم في وصفه اخرى ان شاء الله.